في الليل وسط الزناقي ديال كازا كان كلشي تيبان عادي. تي طاكسي حمر خدام فيه شاب مغربي عادي مقاتل مع الوقت، خدام على راسو، تيقلب على طريف ديال الخبز حلال، خدام على مهمته. حتى شافها بنت واقفه في الظلام بوحدها، ما كتبانش مزيان حيت واقفه مورا واحد الشجره مخبعه. وقف ليها، طلعت بلا ما تهضر. الحاجه الوحيده اللي تسمعات هي الصوت نتاع الباب ملي تسد. ومن ديك اللحظه كل دقيقه كل ثانيه غدوز عليه اخطر من الخيال، حيت اللي ركبات معاه ماشي من العالم ديالنا. العائله تحياتي ومرحبا بكم في فيديو جديد وقصه جديده، قصه خياليه. ولكن قبل ما نبداو ضروري خاصني نشكركم من جديد. الشكر لكم غيبقى مستمر دائما حتى تبدعوا في التعاليق ديالكم وفرحتوني بزاف بلي لايك بلي كومونتير بكاع داكشي زوين اللي كتدعموني به، فشكرا وشكرا لكم من القلب. واليوم قصه جديده، قصه خياليه من المنبع ديال الرعب اللي تيعجبكم كيف ما ديما. اللي ننصحك هو جيب شي قهيوه بحال ديما بحالي، بسم الله، ولا شي كويز ديال اتاي، كويز ديال العصير، ولا غتنعس كما جرات العاده حط التليفون حدا راسك وسير معايا. القصه ديال اليوم على واحد الشاب مغربي سميتو حمزه. حمزه في عمره 27 سنه، والقصه وقعت في 2014 في كازا. غير هو ما يمكنش نبدا لكم القصه هكا مباشره، ضروري ما نرجعوا شويه اللور نشوفوا حمزه فين كبر فين عاش، شنو اللي وصلوا لهذا الشيء اللي غنعاودو دابا. حمزه تزاد في عائله فقيره، وملي تنقول فقيره سطر ليا جوج سطوره تحت من ديك فقيره بستيلو حمر، فقيره ديال بصح. الاب ديالو كان رايس يعني صياد، كيمشي مره مع دوك الفلوكات الصغار، مره تيصيد على الروطال، على الصنور، على الحوت الابيض كيف ما تنقولوا، تيمشي للسويقه تيعاود يبيعو. تقريبا هذه هي الخدمه ديالو الاساسيه. ومره عنده واحد الكريسه تيتقدى الحوت وتيدور به في الحومه تيبيعو. مره تيجمع بوزروق تيبيعو حتى هو. المهم بحري عايش من البحر، هذا هو المدخول الوحيد اللي عنده في الاسره ديالو. امه ربة بيت بحالها بحال بزاف ديال الامهات المغربيات. حمزه كبر محارب، كبر انسان معتمد على راسو منذ نعومه الاظافر، تيشقى على راسو حيت في هاد الظروف بحال هكا ما كاينش اللي يعطيك شي حاجه. الاساسيات وناقص فيهم، اما الكماليات فما تنهضروش عليهم كاع. ماشي الكماليات نتاع تمشي تسافر لدبي، لا، غير تشري سروال جديد مثلا. بالنسبه للحاله ديال حمزه شي حاجه من الكماليات، حيت حياته كامله هو تيلبس غير من البال ولا من الحوايج اللي تيعطيوه الناس اللي تيتصدقوا بالحوايج اللي صغاروا عليهم ولا اللي قداموا عليهم. دائما هو تيعيش بالروسيكلاج، وهذا الشيء اللي خلاه يحوفر، اللي خلاه يطلع راجل كيف ما تنقولوا، راجل ديال بصح تيجيبها من فم السبع. كيفاش كان تيدبر على راسو؟ تيدبر على راسو من التبوعير، من البيع ديال البيض، تيخدم في السويقه، تيخدم في البني، تيخدم في اي حاجه سميتها خدمه، اي حاجه فيها فلوس حلال اللي رباه باه على فلوس ديال الحلال تيحط فيها يدو من صغرو، ما تيوحلش. المهم هو الصرف الدور الحركه. غير هو واخا كان ذكي في هادشي ديال كيفاش يدبر على راسو من الزنقه، كان في المقابل كسول. الا ما قلناش القرايه ما بغاتش تدخلو لعقلو والو، حاول شحال من مره، دوبل شحال من مره، وصل للسيزيام دوبل فيه 2 مرات بسبب الجهاوي الفرنسي ما تيعرفش منين يدخل ليها. ما عمره ما قراها، وصل للسيزيام وهو حرفيا ما عمره ما قراها. وبهذا كان السيزيام هو المحطة الأخيرة ديالو باش يخرج يواجه العالم الحقيقي بهذا الشيء اللي عطاه الله. داز شوية ديال الوقت تيحوفر، تيضرب تمارة في أي حاجة. واحد شوية جاتو فكرة أنه يدير شي ديبلوم. شنو هي الحاجة الأقرب ليه اللي بانت له باللي ما فيهاش بزاف د القراية، ما فيهاش الدفتر وما فيهاش ستيلو؟ هي مشى دار واحد الدبلوم ديال الحلاقة. والدبلوم ديال الحلاقة اللي ساهل، ضرب فيه تمارة باش يدبر على الفلوس، يخلص السونتر، وضرب تمارة باش يصبر ديك المدة ديال التدريب، حيت كل نهار ديال القراية تيتساوي عنده نهار ديال الفقر، ما غاديش يدبر فيه على حتى شي درهم باش يقدر يعيش. المهم صبر وتقاتل حتى خدا الدبلوم ديالو، خرج يقلب على راسو شي صالون فين يخدم. ولكن الخدمة ما سهلاش، ما يمكنش تلقاها بهذيك البساطة نتاع خديتي دبلوم اليوم وغدا غتلقاها. قلب وقلب، لقى في الاول دراري ولاد الحومه اللي
عاونوه باش يدخل غير يكتشف المجال كيفاش داير، ولكن بعد مرور مده لقى راسو بان خدام فابور. بقى غادي واخا هكاك مع الطموح ديالو حتى ل 2010 دار خطوه جديده في حياته انه دوز البيرمي، وهذا بالنسبه ليه كان انجاز اللي كان تيحلم به مده طويله. اخيرا رخصه السياقه ولات عنده اللي تقدر تفتح له بيبان اخرى اللي يقدر يخدم فيها. ما يمكنش يبقى معتمد على حاجه واحده. اللي في بحال هاد الحاله ديال حمزه خاصو يكون تيعرف بزاف د الحوايج باش كل مره تيدور مع الحياه كيف ما دارت تيدور معاها. موراها كمل في التبوعير وداكشي اللي كيعرف يدير في السويقه وفي هذا، واخا عنده بيرمي ولكن مازال ما عارفش شنو يقدر يدير به، وما فكرش اصلا شنو يقدر يدير به. من نهار خداه صافي خداه بحالو بحال بزاف ديال الشباب المغاربه، كاين البيرمي ولكن شنو نديرو به الله اعلم. وحمزه ما عندوش المعارف بزاف، ما عندوش صحاب تقريبا، تيعرف جوج حوايج: لاصال وتماره. ما عنده لا بليه، ما تيمشي القهوه، ما تيمشي حتى شي حاجه. وهاد ليبوك ما كانوش التليفونات منتشرين بزاف، فكان عايش واحد الحياه طبيعيه نتاع شاب تيضرب تماره، تيدبر على فليسات، تيعاون عائلته وتيمشي يتريني فقط. حتى ل 2013 وتيعيش واحد الفاجعه كبيره ديال الوفاه نتاع الاب ديالو الله يرحمه. يعني هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه ديالو وديال امه. وهما في الاصل راه كانوا ساكنين في الكاريان، يعني ساكنين في براكه وباهم مقاتل وهو تيعاونو. ويالله جايبين شي حاجه سميتها تعادل ولا قريبه للتعادل. اما دابا ملي نزل عليه الحمل كامل فراه المهمه غتولي صعيبه وصعيبه بزاف. من اول ليله اللي هي الليله ديال الجنازه ديال الاب ديالو، المحسنين هما اللي داروا الجنازه. يعني من اول ليله ما عندهم والو، الاب ما كان خازن والو، ما عندهم لا ورث، ما عندهم لا صالير غياخدوه، ما عندهم حتى شي حاجه من غير الله تعالى. تما خرج لتماره ديال بصح. دابا ما بقاش كيختار ندير هادي ولا ندير هادي، دابا ولا عايش بالمنطق ديال ندير اي حاجه جات حلال قدامي. تيخدم في البني، تيخدم في الصباغه، الا عنده شي واحد شي رمله يبغي يطلعها لشي بلاصه تيطلعها له، كيمشي للمارشي كري تيهز الخضره مع الناس، كيخدم في اي حاجه. تيمشي حتى لدوك الفلوكات، مره تيغسل الفلوكات، مره تيعاونهم في لاشارج. ولا انسان ماشي طبيعي. علاش؟ حيت المتطلبات نتاع الحياه صعيبه وصعيبه بزاف، والانسان اللي ما عندوش حرفه في يدو صعيب انه يدبر على طرف ديال الخبز قار، تيولي بحال الطير كل نهار ورزقه وصافي. حتى لواحد النهار تيتلاقى مع واحد ولد دربهم، سولو قال له فين حمزه ما بقيتيش تبان في لاصال. هو يجاوبو بواحد الضحكه قال له تاش من اصال واش تضحك عليا؟ واش اللي في الحاله ديالي انا باقي عنده الجو فين يمشي لاصال؟ صافي هضره جابت هضره، وهو يقترح عليه داك الدري صاحبو قال له اش بان لك دير بيرمي دو كونفيونس ياك عندك البيرمي؟ قال له شنو هو هذا البيرمي دو كونفيونس؟ وعاد شرح له السيد بان الا بغيتي تسوق طاكسي خاص ضروري يكون عندك البيرمي دو كونفيونس اللي هو البيرمي ديال الثقه، رخصه الثقه باش تسوق طاكسي. دخل معاه في الحوار، شرح له شنو خصك دير وكيفاش وكذا، ولكن هو ما دخلهاش لعقلو. علاش؟ حيت الوقت ما كاينش باش يمشي يدفع لهاد الوراق ويتسنى، وهو خصو يخدم على الدوام. اي ساعه جلسها مشى دار بها شي حاجه تتعني بان دوك الفلوس ديالها غادي يحتاجهم في الدار. فصافي الجلسه بيناتهم، جلسوا هضروا ناقشوا شويه، في التالي كل واحد فيهم شاف حاله. رجع للدار الجو مغير في الدار. يعني الوالده ديالو ملي توفى المرحوم ما بقاتش عندها ديك الطاقه ديال انها تهضر وتضحك وتخلق الجو. يا اما كتكون تتصلي ولا تتسبح، ولا حتى الا كانت طالقه التلفازه غير تشوف فيها وصافي. الجو سمك، النفسيه ديالها مدمره، حيت صعيب الاحساس ديال الفراق صعيب بزاف. تعشاو بداكشي اللي قسم الله، مشى هو للبلاصه فاش ينعس، واحد السداري في وسط الدار تما. امه ملي سالات مشات حتى هي شدت البلاصه ديالها ونعسو، ولكن هو ما داتوش عينو. فبدا تيفكر شنو يقدر يدير في حياته، شنو هما الحوايج اللي يقدر يحسنهم باش الوضعيه الماديه ديالو تحسن. وهكا تفكر الهضره اللي قال له صاحبه قبيله ديال هادشي ديال الطاكسيات والبيرمي دو كونفيونس، وكيفاش لقاه البيني هو مولف تيشوف الطاكسيات حمر خدامين. موراها بشي ايامات قليله بدا تيجمع الوراق والفكره كبرات له في عقلو ديال بصح. بدا تيسول شنو نقدر ندير شنو كذا. مشى دفع حسن السيره، قالوا له راه خاصك حسن السيره وفوتوكوبي هادي وفوتوكوبي هادي. جمع الدوسي ديالو ويدفعو، وبقى تيتسنى دوك الايام تيخرج يخدم ويبوعر ويتقاتل مع الوقت، وعقلو تيفكر واش زعما تقدر تصدق. دازت واحد المده وهو يخرج له البيرمي دو كونفيونس، وكانت الفرحه ديالو ما تقدرش تتخيلها. علاش؟ حيت اول مره تيدفع شي حاجه وتيتقبل فيها. لاول مره
حس بانه دار شي انجاز وتفتح له باب جديد ديال الرزق قدامه. كان تيتخايل بان راه صافي غدا غادي يلقى طاكسي وغادي يولي خدام، ولكن هادشي اللي تيتسناه هو اللي غادي يبدل له حياته كامله. مع ما عندوش المعارف كيف ما قلنا، ما عندوش صحاب، فدازت مده وتماره كبيره وهو تيقلب على شي واحد اللي يعطيه شي ساروت نتاع شي طاكسي اللي سوقها مده طويله وهو تيقلب، حتى لواحد اللحظه بعد مرور ايام وايام تلاقى مع واحد الراجل كبير في العمر عنده جوج ديال الطاكسيات، وحده فيهم عطيها لنسيبو، ونسيبو كان تيدير له كان تيميخل له القضيه، تيدي له رزقه وتيجيب له الروسيطه ناقصه. فحيد له السوارت نتاع وحده من دوك الطاكسيات اللي عنده وقال له انا غادي نجربك، حيت التجريب مغامره بالنسبه للحاج. علاش؟ حيت السيد ما عمره ما ساق طاكسي، يلاه شاد بيرمي دو كونفيونس، ولكن عطاه هذاك الامل وعطاه فرصه. عطاه النمره نتاع واحد السيد سميتو نور الدين اللي هو اللي تيخدم الفتره الصباحيه. صحاب الطاكسيات تيقسموا النهار على جوج، تيتسمى بريز، اللي تيخدم البريز ديال النهار واللي تيخدم البريز ديال الليل. فقال له راه نور الدين تيخدم البريز ديال النهار، هو مزوج عنده وليدات، تيخصو يرجع للدار ديالو باش ينعس في دارو مع وليداتو. وانتايا مادام انك سيليباتير الا بغيتي تخدم بالليل. اكيد حمزه فرح طار بالفرحه، قال له الله يعطيك الخير، شكرو بزاف. تفاهموا، شد النميره ديال هذاك نور الدين، صونا عليه، تلاقاو الغد ليه، شرح له الامور وعطاه بعدا شويه ديال الحويجات كيفاش يتصرف، كيفاش يشد الصرف، كيفاش يرد الناس الصرف، كيفاش يتعامل مع الكونتور. المهم فهم له شويه ديال الامور. والغد ليه غادي يبدا الخدمه ديالو، غادي يبدا من 7 د العشيه حتى ل 7 د الصباح، ويطلق الطاكسي للسيد الاخر، هو عاوتاني غادي يخدم من 7 د الصباح حتى ل 7 د العشيه. داكشي اللي كان وصل للدار قالها للوالده، فرحات بزاف، تتشوف في عينيه داك البريق ديال الامل، وتتشوفوا بان هز الهم بصح، وبان قد المسؤوليه اللي خلى عليها المرحوم. وان غدا لناظره لا قريب. وصل الغد ليه الساعه 6 وشي حاجه، لبس حوايجو خرج، تلاقى مع السيد، داروا على الطوموبيل، فيريفياو، عطاه السويرتات، توكل على الله. اول مره غادي يسوق طاكسي. الايامات الاولى بدا مزيان، الكليان موجود في كازا، تيتحرك، تيصور صريف، تيعطي الروسيطه مزيانه لمول الطاكسي. الامور بدات تتحسن الحمد لله، نفسيته بدات تتزيان، واوتوماتيكيا ولا بشكل تلقائي الام ديالو حتى هي نفسيتها بدات تتحسن، حيت شافت بان ولدها اخيرا لقى خدمه اللي تقدر تسميها خدمه، اللي كتدخل له واحد المدخول يومي قار يقدروا يعيشوا به. الجو في الدار بدا تيزيان، الحاله بدات تزيان، بدا تيعجبهم الحال، بداو تيتخطاو ديك المرحله نتاع الوفاه نتاع الاب ديالهم. فالايامات بداو تيدوزو، الاسابيع بداو تيدوزو، خدمه غاديه بخير وعلى خير، كلشي مزيان. حتى لواحد النهار جاي بدويره في عين دياب، بلاصه اللي تيكونوا فيها الناس اللي تيخلصوا مزيان، الناس اللي تيسهروا في الليل، اللي تيكونوا في اماكن اللي تيسهروا فيها. فهاد الناس هادو تيخلصوا مزيان، وهو مره تيجي بدويره في هاد نص الليل، كيهز ليه بلاصه ولا جوج، كيدور الحركه. جاي بدويره كيف ما العاده، وفي الطريق تتبان له واحد السيده واقفه بوحدها حدا واحد الشجره، ما بيناش مزيان، وفي نفس الوقت ما واقفاش في الطروطوار اللي تيوقف فيه بنادم اللي باغي يشد الطاكسي. ولكن الخدمه ديال الطاكسي هو انه ضروري يدير محاوله يشوف الكليان واش باغي يركب. نزل الزاجه وتيتسناها تقول له فين غاديه ولا شي حاجه، هي ما هضراتش، حلات الباب وركبات. والبنات معروفين تيركبوا اللور ديال الطاكسي، ولكن هي ركبت حداه وما هضرات، ما قالت حتى شي كلمه. الصوت الوحيد اللي تسمع هو ملي سدات الباب ديال الطاكسي. ابتسم لها في وجهها، بقى غادي وتيقول لها فين ان شاء الله، ما تتهضرش. فين غاديه ان شاء الله؟ والو. تيزيد واحد شويه وتيقول لها فين غنمشي واش شريفه؟ ما تتهضرش. بقى غادي واحد المده، شافها ما تتهضرش، هو يوقف، يعني لما بغيتيش تهضري هبطي عافاك. حتى شاف توقف عاد هضرات هي، وقالت له صافي بركه من الهضره بزاف، سير انا نقول لك فين غتمشي، غير سير. هو بعدا ملي سمعها هضرات ارتاح، هو يتوكل على الله. وصلها حدا واحد الحانوت، قالت له بركه عليك غير هنايا. هبطات على اساس غادي تدخل للحانوت وتصرف، حيت ما عطاتوش الفلوس. بقى واقف تيتسناها، دخلت للحانوت مده ما خرجاتش، ويلي بقى تيتسنى حتى هي ما خرجاتش. هبط من الطاكسي، مشى دخل الحانوت يقلب عليه، ما لقاهاش، ما يمكنش. تيسحب له بان داخله عند مول الحانوت لداخل ولا شي حاجه. تيسول داك السيد، قال له واحد السيده دخلات عافاك هنا، فين مشات؟ قال له اين سيده؟ ما دخلت حتى شي وحده. وقال له ما تسريقلش عليا الله يا ودي، دخلت السيده انا براسي مول الطاكسي، انا عاد حطيتها دابا. قال له ما دخلت حتى شي مرا خويا، غير شوف نتايا شنو تخيل لك. قال له ما تنضحكوش في هذا الشيء، السيده انا حطيتها بالطاكسي دابا، دخلات عندك باش تصرف
ما ولاتش خرجات. والحانوت بدا تيتعصب، قال له اسمع اخويا راه هضرنا معاك قلنا لك ما دخلت حتى شي وحده هنا، شنو بغيتي نولدها لك؟ صافي شاف بان الحوار غادي في واحد الطريق ما مزياناش، هو يسكت. خرج من الحانوت مشى ركب في الطاكسي ديالو وبقى جالس ما فهمش شنو وقع. ويلي زعما تقولبت، ولكن هذه منين خرجات؟ الا دخلت للحانوت وخرجات منين خرجات؟ جلس مده هو تيفكر في هذا البلان ما فهم والو، وصافي هو يدوز دار مارش. قال ان شاء الله ربي هو اللي يعوضني، مادام بدات لي فلوسي ان شاء الله يرزقنا ربي شي واحد يعوض لنا هاد الكورسه هادي. فقلع مشى وبقى دماغو تيفكر في هاد البلان ما تسرطاتلوش وما تفهماتلوش. غد ليه خدام مع راسو، شد الطاكسي مع السبعة د العشيه بحال ديما خدام الامور بخير، حتى غادي توقع له واحد الكارثه ما عمرو ما غادي ينساها. في واحد اللحظه جاه الجوع بلاصه عدا واحد الحانوت، شرا واحد العصير وشرا واحد الكاطو وجاي تياكل فيه. حل الطاكسي ديالو طلع بوحدو ما كاين حتى شي كليان، كلا داكشي اللي قسم الله، دار مارش هو يزيد. ولكن ما بين فاش هبط وفاش ولا طلع كاين اختلاف كبير. كاين احساس في الطاكسي بان كاين معاه الزايد، والطاكسي مع الليل طافي الضو ما تيبان والو، ولكن تيحس بان شي واحد راكب معاه. شعل الضو في الطاكسي، دار تيقلب ما كاين حتى شي حاجه. بقى تيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلي مالك؟ ما كاين والو، صافي يزيد شكون اللي يركب؟ ما ركب حتى شي واحد. بقى تيهضر هو وراسو، والاحساس زاد قوى حتى الريحه تبدلات. كيشم الريحه ديال البنات في الطاكسي وهي ما ركبات معاه حتى شي بنت، وتيهضر هو وراسو. بدا تيتخيل بان راه ممكن الريحه ديال الفاني ديال ديك الحلوه اللي كلا، ولا دخلوه الوساوس. وسط هاد الوساوس وهو غادي حتى تيسمع شي صوت قال له زيد نيشان ما تدورش علاش درتي. تصدم صوتها دار، لقاها تضحك وتتفرنس وراكبه اللور. شكون هي؟ هي نفس المراه اللي ركبات معاه البارح وتوضرات له في داك الحانوت. ولكن كيفاش عاوتاني طلعت للطاكسي؟ منين جات وكيفاش نبتات؟ بدا تيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصدم هو يسولها، قال لها انت منين طلعتي؟ انت منين جيتي؟ بقى جامد في بلاصتو وهي تضحك. قالت له يا سيدي يزيد بلا ما تخاف ما والو. قال لها اش من نخاف انا ما تنخافش. قال لها قولي لي منين طلعتي، كيفاش طلعتي لهنايا؟ هو سحب له الباترون ولا شي واحد اللي صايفطها له، وما عرفتش الحياه هذه فيها كل شيء ممكن. وهي تجاوب جواب صادم، طفات له البطونات. قلت له انا ماشي اختك، انا من العالم ديال الجن. اخر جمله سمعها هي هاد من عالم ديال الجن. ما شعرش براسو، طلع فوق التروطوار زدف وهو يدخل في واحد البطويه. تحل عينيه لقى راسو في ناموسيه ديال السبيطار. دارها لقى ديك القوه ملصقينها له في العرق، بغى يحرك يديه لقاها تهرسات. بقى تيقلب راسو لقى تا رجلو مهرسه، ما فهمش شنو واقع. اخر حاجه عاقل عليها هي ديك انا من عالم الجن وصافي. دخلات عليه مو سولها حاجه وحده، الطاكسي فينا هي؟ شنو وقع للطاكسي؟ بقات هي تتقول له واش حنا دابا في الطاكسي؟ واش ما تشوفش الحاله ديالك كلك مدقدق؟ قال لها الطاكسي ديال مواليها شنو وقع ليها عاودي لي. قالت له ما عارفه انا لا طاكسي لا والو. صافي بقى بالو غير مع الطاكسي، ومو بالها غير مع ولدها الوحيد، خايفه لا تمشي تخسرو حتى هو. دوز يومين في السبيطار، هو يخرج رجع للدار بقى غير مجبد في بلاصتو. ما بقات خدمه، ما بقى الطاكسي، ما بقاو فلوس. مصيبه كحلا هادي، ولكن تيحمد الله وتيشكرو. الحمد لله على كل حال، اللي جابها الله مرحبا بها. كان ناعس في السداري ديالو اللي مولف تينعس فيه دائما الليل. الوالده ديالو مشات تنعس، حتى لواحد اللحظه تيحس بان الوالده ديالو جات حلات الباب وطلات عليه. واخا كان ظلام ولكن راه مو عارفه، وغير هو وياها اللي ساكنين في الدار اصلا، فما يمكنش يكون شي واحد اخر. ما هضرات معاه ما حتى شي حاجه، ولات خرجات من الباب ومشات بحالها. فما فهم هو حتى شي حاجه، خاف على مو، ناض تبعها. هو وصل حدا الدوش لقى الضو شاعل، الروبيني مطلوق، سحب له كاين شي واحد تيدق، ما جاوبو حتى شي واحد. حل الباب لقى ما كاين حتى واحد في الدوش. ويلي هاد الالعاب هادو. طفى الضو وطفى الروبيني ومشى كمل الطريق عند الوالده ديالو يشوفها مالها جات عنده في هذا الليل. وصل عندها لقاها ناعسه ومغطيه وما بغاش يفيقها ولا يهضر معاها. رجع لبلاصتو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعس ما وقع حتى شي حاجه. حتى الصباح في الفطور حطات الفطور ويهضر معاها. قال لها جيتي عندي امي البارح شنو بغيتي؟ قالت له فين جيت عندك؟ وهو يتصدم. قال لها كيفاش جيتي عندي البارح وحليتي الباب ما قلتي والو، بقيتي غير تشوفي فيا ومشيتي؟ قالت له لا ما جيتش عندك اوليدي، ما جيت عندك، ما شفتك ما والو. ملي تفارقنا من بعد العشاء انا مشيت نعس وانت مشيتي تنعس. ويلي. وقال له وشكون اللي خلى الضوف الدوش مفتوح والروبيني محلول وجيتي عندي؟ بدا يدخل ويخرج في الهضره بالنسبه ليها. قالت له نعل الشيطان، استغفر الله راه ما كاينه حتى شي حاجه. وراه ما عاود لهاش القصه اللي وقعت له مع السيده اللي قالت له انا من عالم الجن، واللي هي السبب ديال القصيده اصلا. حيت في ديك اللحظه جمد في بلاصتو، ما عاقش براسو بالخلعه تصدق داخل في بوطويه. في العشيه عاوتاني مورا الغدا مع ما كاين ما يدار هو غير ناعس في بلاصتو،
ففي اي لحظه تيولي نعس مورا الغدا واحد شويه، وهي توقف عليه عاوتاني، وقفت عليه هاد المره في الحلم. فبقى داكشي تيتخربق في ديك الحلمه، ما فهم والو، بحال تيضارب مع جنون وسط الحلمه. فاق مخلوع، مع فاق تيسمع حتى البيت في الحقيقه فيها صداع وفيها تقرقيب، وما بقاش فاهم واش هادشي في الحلمه ولا في الواقع. وباش ينوض من بلاصتو تينوض بيد وحده ورجل وحده، صعيب يتحرك. واخا هكاك مع داكشي ماشي طبيعي، تقاتل وزحف وتحارب توصل للماريو اللي فيه الصداع، ويفتح الماريو ما لقى فيه والو. عاوتاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مسد الماريو راجع تيتقاتل توصل لبلاصتو، مع دارو يلقاها واقفه عليه عاوتاني، نفس السيده اللي سبابو في القصيده، والسيده اللي هربات له في الحانوت تبعاتو دابا تا للدار. بدات تضحك عليه، هو بغى يبين شويه ديال الشجاعه، بغى يبين بان راه ما خايفش، هضر معاها قاصح. وتما وهي تزيد تعصب اكثر، قالت له انا غادي نخرج عليك ونرجعك غير حمق غير هبيل، لا انت لا هاد امك هادي. بقى تيهضر معاها، قال لها شنو درت لك انا، شنو درت لك؟ ما تتجاوب بواحد الطرق وبواحد الالغاز وبواحد الكلام وتضحك. ما بقى فاهم والو، هو داك الشيء غريب وما يقدرش يتحملوا العقل ديال بنادم. غير ملي بقى له عقلو بعدا يحمد الله ويشكره. واحد شويه اختفات مشات، بقى تيذكر الله وبقى تيقرا القران الليل كامل، تغفى تداتو عينو ما عاقش. فاق الصباح مشى عند الوالده ديالو، حيت ما سمعش الحس كيف ما ديما تتعمر بالرده تاعي وتتحط وكذا تسمع الحس. الصباح ما سمعش الحس وخاف من داكشي اللي قالت له هذيك الجنيه البارح في الليل. ويمشي تيجري تيقلب على مو، لقاها في بلاصتها ناعسه بحال ميته. في الاول سحاب له هي ميته، مشى تيجري بالخلعه وهو مهرس في رجلو ما قادرش يتحرك مقاتل مع الوقت. وصل عندها تيقلب، لقاها باقا تتنفس باقا عايشه، ولكن جامده متصلبه. تيهضر معاها ما تتجاوبش، عينيها مفتوحين وفايقه ولكن متصلبه. المشكله هو ان مهرس ما عندوش كيفاش يجري ولا يهزها ولا يهبط في الدروج يسول الناس ولا مشكله. الحمد لله كان باقي عنده واحد شويه د الروشارج من قبل ما يدير القصيده، روشارج في التليفون اللي كان تيهضر به مع شي كليانات ومع شي ناس ديال الليل اللي كيركبوا معاه في الطاكسي. صونا على خالته بالزربه، وخالته ساكنه معاهم غير في الحومه. جات تجري هي وراجلها، هزوا السيده داوها عندهم للدار ومشاو تيقلبوا على شي راقي. خالته وراجلها عاود لهم شويه بالزربه، مشاو جابوا راقي حيت الحاله ديالها باينه، زائد داكشي اللي عاود لهم على الجنيه والقصيده وداكشي بالزربه هو شرح لهم باش يفهموا الوضع شنو كاين. فبقات ديك السيده هكاك متصلبه. مشاو تيجريو عند واحد الفقيه غير في الدرب عندهم، ولكن معروف بانه يعني عالم في الدين وفي القران. جا تيجري دخل عندها، بقى تيقرا لها القران، بقى تيدير لها الرقيه الشرعيه مده ما بغاتش تهضر. واحد شويه ملي بدات تهضر باصوات مختلفه، مره صوت راجل مره صوت بنت مره تضحك، ولكن داكشي غريب، وباقيه متصلبه ما تتحركش من بلاصتها. وبقى داك الراقي تبارك الله عليه تيقرا القران، تيقرا الايات المحدده لهاد الحالات هادو مده، حتى لواحد اللحظه ديك الجنيه اللي عندها لداخل بدات تطلب السلام، بدات تقول له بركه بركه، تتغوت وهي تتغوت وهو تيزيد يقرا، وهي تتغوت وهو تيزيد يقرا. وهز واحد العصيه في يدو بحال الا ما تيضربها وبلا ما داكشي غير خفيف، ماشي تيضربها ولا، وتيقرا وديك الجنيه تتعذب وتتغوت باصوات مختلفه مده طويله. هو معاها مقاتل بزز باش ارتاحت، والوالده ديالو رجعت عرقانه وقلبها تيضرب، كانت غاتموت بصح، حيت صعيبه هاد الحاله هادي. ومن موراها بدا تيقرا عليه حتى هو، واخا قال له غالبا ما فيك والو، حيت هو راه كان واقف حداهم، كون كانت فيه شي حاجه هو كون راه ديك القرايه ديال القران اللي كان تيقرا الفقيه حتى هو غادي تقيسو، ولكن هو ما وقع له والو. واخا هكاك دار له الرقيه باش يتاكد، لقى بان الحمد لله ما فيه حتى حاجه، ومشى هو وياه رجعوا للدار ديالهم. تعاود له القصه بان هذا الشيء بدا تيبان في الدار. دخل للدار وبدا تيدير الرقيه للدار كامله، تيمشي وتيجي وتيدخل البيوت. قال له بان حتى الدار ما فيها حتى شي حاجه، الجنيه دارت داكشي اللي دارت غير لمو هو وصافي. موراها الفقيه بدا تينصحو، قال له حاول تبدا تكون على وضوء، طاكسي ملي تبغي تخدم في الليل كون على وضوء، بدا تذكر الله وبدا تطلق القران في الطاكسي، يحيد عليك بزاف ديال الحوايج خايبين ويحميك ويجيب لك الله الرزق. بدا تيعطيه نصائح، عطاوه داكشي اللي قسم الله. مشى الفقيه من بعد ما حل لهم هذا المشكل باذن الله عز وجل. امه بقات هكاك واحد المده نتاع 4 سوايع وهي غير مجبده
عاد بداو تيجيبوا لها شويه السكريات وكذا باش تحاول غير تفيق. كانت معذبه ديال بصح، دازت عليها تماره الكحله عليها وعليه كاع كاملين. هو مهرس ومشات له الخدمه، ومو دازت في اخطر تجربه ما عمرها تنساها في حياتها. قراصات يضرها بزاف، جابوا ليها دوليبران شرباتها ولات نعسات شويه، من بعد ولات لاباس. وعاد ولاو رجعوا للدار ودازت عليهم واحد السنه كحله، عام كحل، ما كايناش الخدمه، في براكه وسط الكريان، 0 درهم، مصيبه كحله، غرقوا كريديات وغرقوا مشاكل. والحمد لله مول الطاكسي بعدا ما زادهمش مشكل حتى هو، حيت جا عنده للدار قال له الحمد لله على سلامتك، وقال له الطوموبيل راه تكرفصات. مشى لهداك الكابو ديال القدام ومشى لها الباب والباربريز، قال له ولكن الحمد لله الموتور ما وقع له والو، والحمد لله اللي انت باقي بخير. طلع ولد الناس وتعاطف معه وصافي. بقات الامور هكاك مده طويله كيف ما قلنا، حتى بدا تيدير لاباس وبدات رجلو شويه كتحرك، وبدا تيقلب عاوتاني على طاكسي اخرى غير اون فوا رجلو بدات تقدر تحرك ويتحكم في لي بيدال، بدا تيقلب عاوتاني على طاكسي اخرى. مده عاد لقى واحد السيد عاوتاني ورجعات حياته بشويه بشويه بدات ترجع، واخا اللي داز عليه ما عمره ما غادي يرجع كيف ما كان. وهاد التجربه اللي عاش خلاته ما عمره ما ينسى كتاب الله معاه. شرا واحد المصحف صغيور من هذوك اللي فيهم السلسله دائما هازو معاه، ولات عنده عاده نتاع تيطلق القران في الطاكسي دائما. والحمد لله الامور مشات بخير. هذه هي القصه اللي كانت اليوم، نتمنى تعجبكم. ولا وصلتي لهاد المرحله من الفيديو فتنبغي نشكرك، شكرا وشكرا بزاف. وقبل ما تخرج خلي لنا شي تعليق، كتب لنا شي كومونتير، قول لنا الراي ديالك، دير لايك، ولا مازال ما تابونيتي دير ابوني عاد خرج. وكاينين فيديوهات قدام نتمنى يعجبوك حتى هما، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وقصه جديده. تحياتي والى اللقاء.